طيب ازيكم يا جماعه. من كام يوم كده شفت فيلم بروجكت هيل ماري بتاع راين جوسلينج، وانا مش جايه بصراحه ادي ريفيو او اقيم الفيلم، لان في ناس تقدر تعمل ده احسن مني 100 مره. بس حبيت ان انا appreciate راين جوسلينج واقول الحاجات اللي لاحظتها في افلامه الاخيره، منهم فيلم بروجكت هيل ماري. قصه باختصار بدون حرق، هو عن مدرس هيطلع الفضاء لانه هو كان عامل دراسات في حاجات معينه فهم يختاروه، وهيكون فقد ذاكرته وهو في الفضاء بيحاول يفتكر اللي جابه هنا وازاي ده حصل. ومع الوقت هيكون صداقة مع الين او كائن فضائي يعني اسمه روكي، هياخدك بقى في رحلته وهتعيش القصة معاه. والفيلم حلو قوي قوي. كان عندي تحفظات شويه على اول جزء لان حاسس مش عايزه اقول ملل، بس اللي هو يعني حاسه ان احنا ممكن نسرع الريتم عن كده شويه. بس ما اتضايقتش خالص 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 بالفيلم. راين جوسلينج في الفتره الاخيره من افلامه بدا يركز شويه على الجانب الكوميدي وممكن مع طفيف من الرومانسيه لو احنا مثلا هنتكلم عن فيلم باربي. وده مختلف تماما تماما عن بدايته وعن الفترة والحقبة بتاعت درايف وذا بليد رانر وايه كمان ولا لا لاند. افلام الرعب اللي كان بيعملها دي مختلفة تماما عن اللي هو بيعمله دلوقتي. وانا بحضر الحلقة دي اشوف انا هتكلم ازاي عن راين جوسلينج، افتكرت ان انا كنت اوريدي عملت فيديو عنه زمان في سلسلة وات اباوت، كان اسمها I am راين جوسلينج او انا راين جوسلينج. انا هحط لك اللينك تحت في الديسكريبشن. الفيديو ده انا كنت اتكلمت عن راين جوسلينج وبدايته وعن افلامه في 4 دقايق، ومش فاهمه ازاي يعني انا ما جيت اشوف الفيديو انا ازاي يعني حصرت حياه الراجل كلها في 4 دقايق. عملتها ازاي انا والله ما اعرف. يعني انا لو حبيت اعمل فيديو ده دلوقتي مستحيل ياخد 4 دقايق، مستحيل. ما فيش اي فيديو انا احب اعمله دلوقتي ياخد 4 دقايق، مستحيل. مش عارفه عملتها ازاي، بس انا عامه الفيديو ده من الفيديوهات اللي انا بحبها. ولو انت عايز تعرف اكتر عن راين جوسلينج شوف الفيديو ده هيعجبك. راين جوسلينج في افلامه مش عايزه اقول قديمه بس اللي بقالها كذا سنه، وكان بيبقى مركز على كاركترز معينه كده في شخصيه الراجل اللي هو بيمثلها، اللي هو المنطوي اللي مش بيعرف يتعامل قوي مع بنات. قصه الحب بتاعته ما بتكملش غالبا، يا اما اصلا بيحب بنت مش حقيقيه وهكذا. بس دلوقتي في الشخصيات اللي هو مختارها في افلامه المؤخره يعني بقت شبه اللي هو لا كلها فكه، كلها بتهزر، كلها بتتعامل مع البنات عادي، كلها دمها خفيف. يعني انا كل افلام راين جوسلينج اللي نزلت من 3 سنين فاتوا مثلا، من ساعه بدايه باربي تقريبا، لا الشخصيه مختلفه تماما. تحس ان الشخصيه كان اثرت عليه بشكل او باخر في اختياراته بعد كده للشخصيات اللي هو بدا يأديها. راين اصلا من هو صغير في الانترفيوز بتاعته دمه خفيف، يعني هو واد حرك كده بيحب الكوميديا وبيحب الهزار. يعني حتى في الانترفيوز بتاعته بيبقى دمه خفيف جدا جدا. وفي السكتشز اللي بيعملها في برنامج SNL لما كان بيبقى هوست بيبقى تحفه، بتبقى اكتر سكتشز بتضحك بصراحه مقارنه باي ممثل تاني. يعني حتى لو هو حب ان هو يتجه للكوميديا بشكل 100%، بس اشك يعني انا مش هبقى متضايقه خالص لان هي لاقي عليه وهو بيضحك، وهو حاله لوحده خالص من اي ممثل تاني حب ان هو يتجه للكوميديا. انت عارف كمان والله الواد ده متابع. كان مره مش فاكره في ساعه فيلم ايه، بس كان راين جوسلينج كان قاعد مع زمايله في الفيلم والمخرجين والمنتجين والمؤلفين وبتاع، قاعدين بيناقشوا مع الجمهور الفيلم. والله ما فاكره كان فيلم ايه. فكان في ولد من الجمهور قال له انت مش عارفه بتناقش مشاكل الشباب ومش عارفه ايه وبتاع. فراين جوسلينج ضحك وقال له you literally me. يعني هو عارف حوار بتاع لو انت حرفيا انا وانا راين جوسلينج، هو عارف ومتابع. والمشكله ان راين جوسلينج ما عندوش اي سوشيال ميديا اكاونتس، مش عارف منين، بس هو اكيد اكيد منزل بشكل او باخر. انا هكون بضحك عليك لو قلت لك ان الفيديو ده فيه فاليو بشكل او باخر. مش جاي اضيف لك معلومات قيمه يعني، بس انا حبيت ان انا اتكلم عن راين جوسلينج بشكل او باخر، ان شاء الله بشكل طفيف. لان فعلا الراجل ده فعلا ما شفتلوش فيلم ما عجبنيش، او اللي هو حسيت ان انا عايزه اقوم. يعني مش هنكر في فيلم كان عامله اسمه The Fall Guy. ذا فول جاي. الفيلم ده شفته ما عجبنيش صراحه، ما اكدبش عليك، بس ما عجبنيش. بس مع ذلك شفته، ولو اتعاد على التلفزيون او اتعرض تاني هشوفه.
بس هحاول اشوفه بقى بنظره تانية او بنظره مختلفه. الدنيا بتغيم ليه. فانا عايزه اقول بصراحه ان انا عجبني التنوع اللي راين جوسلينج بقى يعمله، ومش حاطط نفسه في زون معينه، لا بالعكس، هو هنا شويه وهنا شويه، كئيب شويه، مبهج شويه، وهكذا. ومفيش دور هو اختاره في فيلم ما لقش عليه خالص. دايما اي كاركتر هو بيختاره في افلامه لايق عليه ان هو يبقى راين جوسلينج فعلا. فشابوه راين الشريف. فسواء انت بتحب راين جوسلينج او لا، ماني اشك لو يعني حد يكون ما بيحبوش، بس هو ممثل مجتهد، متنوع في ادواره. ادواره بتبقى لايقه عليه بشكل يعني نسبي، يعني تتفق او تختلف معايا طبعا، بس مفيش دور شفته ليه حسيت ان هو ايه ده، لا مش لاقي عليه خالص، بالعكس. سواء كوميدي، سواء تراجيدي، سواء بقى رومانسي، اي دور هو لاقي عليه كل حاجه. فزي ما تقول كده الفيديو ده يعني عباره عن appreciation لراين جوسلينج، وهو كده وافلامه كده. انت هتفهم الريفرنس لما تشوف فيلم بروجكت هيل ماري. بما ان احنا كنا بنتكلم عن راين جوسلينج، انا مش عارفه ارجح ايه ولا ايه، لان كل افلامه حلوه، واي فيلم فيه اسمه في التتر شوفه. بس بان ان اخر فيلم نزل كان هو بروجكت هيل ماري، فانا هرجح لك النهارده لفيلم السهره، فيلم بروجكت هيل ماري، ويا ريت تلحقه في السينما، لان هو كاكسبيرينس حلو قوي في السينما. السينماتوجرافي خطيره وحلو يعني مش وحش. وحاول ما تقارنوش باي مسلسل فضاء تاني، يعني علشان الناس لما بتيجي تتكلم عن الفيلم ده بيعملوا محتوى عن السينما، بيحطوه في مقارنه ما بين بقى انترستيلر وفي فيلم اسمه ارايفل تقريبا، والله ما فاكره عشان لسه ما شفتوش. يعني اي افلام سبيس او بتحاكي قصه في الفضاء، حاول ما تقارنوش. كل فيلم ليه قصته، وكل فيلم ليه بطله، وكل فيلم ليه مخرجه. فهو حاله لوحده، وده فيلم حاله لوحده، وده فيلم حاله لوحده. فحاول ما تقارنوش، لان المقارنه ممكن تبقى مش فير بشكل او باخر، لان كل فيلم حلو، وكل فيلم ليه الفيجن بتاعته. فهو فيلم حلو قوي، شوفه حتى لو انت مالكش في حاجات بتاعه السبيس او كده. هو فيلم خفيف مش معقد يعني، وفيه كوميديا حلوه ومؤثر بشكل او باخر، ونهايته لذيذه جدا. يعني انا من اكتر السينز اللي عجبتني المسلسل سين النهايه، مسلسل ايه سين النهايه، بس مش عايزه احرقه، هموت واقول ايه اللي حصل، بس مش هينفع. بس كان راين جوسلينج فيه عسول قوي. المهم اشوفك على خير، شوف الفيلم، شوف الفيديو بتاع I'm Ryan Gosling، هحط لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن لو انت عايز تعرف اكتر عن راين جوسلينج. هو الفيديو مش طويل، هو 4 دقايق، ما اعرفش والله العظيم ما اعرف عملتها ازاي. بس اشوفك الحلقه الجايه، باي باي.